تشهد المنطقة المغاربية تطورات دبلوماسية جديدة بعد أن حاولت الولايات المتحدة الأمريكية القيام بوساطة بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية من أجل تخفيف حدة التوتر القائم بين البلدين، خصوصا بعد تفاقم الخلاف حول قضية الصحراء المغربية التي ما زالت تمثل جوهر النزاع بين الجانبين. المبادرة الأمريكية جاءت في إطار سعي واشنطن للحفاظ على استقرار شمال إفريقيا وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين دول المنطقة، غير أن الموقف المغربي كان واضحا وحاسما في هذا الشأن. المملكة المغربية رحبت مبدئيا بأي جهد دولي يهدف إلى تعزيز السلم وحسن الجوار، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن أي وساطة لا يمكن أن تنجح إلا إذا بنيت على أساس الاعتراف الكامل بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ووقف كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والمالي الذي تقدمه الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية. هذا الشرط اعتبرته الرباط أساسيا وغير قابل للتفاوض، لأنه يتعلق بوحدة أراضيها وبثوابتها الوطنية التي لا تقبل المساومة. الرد المغربي جاء منسجما مع الموقف الثابت الذي تبناه العاهل المغربي منذ سنوات، والقاضي بأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق للنزاع المفتعل حول الصحراء. في المقابل، أبدت الجزائر تحفظا على هذا الطرح، معتبرة أن القضية ينبغي أن تظل في إطار الأمم المتحدة، وهو ما رأت فيه الرباط محاولا للالتفاف على واقع الصحراء المغربية والمكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب دوليا. المراقبون اعتبروا أن الموقف المغربي يعكس ثقة المملكة في عدالتها ومشروعها التنموي في الأقاليم الجنوبية، كما أنه يؤكد أن المغرب لن يقبل أي وساطة لا تنطلق من الاعتراف بسيادته الكاملة على الصحراء ووقف دعم الكيان الوهمي الذي يهدد استقرار المنطقة ويعرقل التكامل المغاربي. بهذه الرؤية الواضحة، يؤكد المغرب مرة أخرى تمسكه بالحوار الجاد والمسؤول، ولكن فقط على قاعدة الاحترام المتبادل والوحدة الترابية غير القابلة للتفاوض.